أعزائي المشاهدين والمتابعين، أهلا بكم في الحلقة 85 من كرة مع العمدة، والحلقة 17 من حلقات الموسم الرياضي الجديد 2022-2023. هو مش المفروض إن تقنية الفار دي معمولة عشان تساعد الحكام على اتخاذ قرارات صحيحة في مباراة كرة القدم؟ أمال ده مش بيحصل في مصر ليه؟ وليه دايما بيحصل العكس تماما؟ امبارح شفنا مباراة النادي المصري مع فريق المقاولين العرب، وفي الدقيقة الثالثة هجمة فيها تسلل واضح سجل منها نادي المقاولين هدفه الأول، على الرغم من إن حامل الراية رفع رايته وأعلن إن الكرة تسلل، إلا إن الهدف تم احتسابه بعد لجوء حكم المباراة لتقنية الفار. طب هو إيه الطبيعي يا جماعة؟ إن الحكم يسمع كلام الفار في كل حاجة حتى ولو واضحة زي الشمس، ولا يلجأ للفار في الحالات الصعبة اللي فيها شك وبس؟ المفروض طبعا إنه يلجأ للفار في الحالات الصعبة اللي فيها شك وبس، مش عمال على بطال. يعني لعبة زي بتاعة نادي المقاولين امبارح، لعبة واضح فيها التسلل وحامل الراية رفع فعلا، يبقى يا عم الحكم تروح للفار ليه؟ وانت يا عم يا بتاع الفار على اساس ايه قلت ان الهدف صحيح؟ عارفين اللي يغيظ ايه؟ اللي يغيظ ان اللعبة دي كانت في الدقيقة الثالثة، يعني في بداية المباراة. يعني المفروض الحكم نازل ارض الملعب في قمة تركيزه، بالبلدي كده ملحقش يتعب او يسرح علشان يفقد تركيزه. يبقى ازاي يحصل حاجة زي دي؟ واللي يغيظ اكتر الحجج اللي اتقالت بعد الماتش. قال ايه؟ اجهزه الفار لم يتم تحديثها. بقى ده اسمه كلام؟ عذر اقبح من ذنب. طب هو اجهزه الفار دي هيتم تحديثها امتى؟ ان شاء الله لما الموسم ينتهي. دول كانهم بيقولوا لنا الاخطاء جايه كتير، جهزوا نفسكم للاخطاء والكوارث التحكيميه. بدل ما يحدثوا الاجهزه عمالين يبرروا الغلط. وبصراحه كان الله في عون اللعيبه. يعني لما يدخل فيك هدف مبكر والهدف ده من خطأ تحكيمي واضح، يبقى شابوه للاعيبه النادي المصري والجهاز الفني بقياده العميد حسام حسن، اللي ما خلوش حاجه زي دي تأثر عليهم بالسلب، ونجحوا في التعويض مش مره واحده، مرتين. المباراه صحيح انتهت بالتعادل الايجابي 2-2، لكن الاداء كان فيه تحسن كبير جدا على المباراه السابقه امام فريق حرس الحدود اللي انتهت بالتعادل السلبي بدون اهداف. وان شاء الله الفوز يتحقق في المباراه الجايه امام نادي الاسماعيلي. في ختام حلقتنا احب اشكر الجماهير اللي كانت حريصه على حضور مباراه المصري والمقاولين في استاد السويس الجديد، وبشكر كل المشاهدين والمتابعين على ثقتهم فينا واهتمامهم بالماده اللي بنقدمها واللي بنتمنى دايما انها تحظى باعجابكم. الى اللقاء في حلقه جديده من حلقات الكره مع العمده. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه. دمتم في رعايه الله.